ذاتها، لكن في المجموعة الثانية يحل الترجي التونسي الأحد ضيفا على سيوي سبور الإيفواري. مراسلنا نافع بن عاشور تابع تدريبات الفريق قبيل التوجه إلى أبيجان. بعدما أعاد فوز القطن الكامروني على سيوي سبور في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى خلط الأوراق من جديد في المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا، لتجتمع الأندية الأربعة في الصدارة بفوز وخسارة لكل فريق. يواجه الترجي مساء الأحد في العاصمة الإيفوارية أبيجان نادي سيوي بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تقوي من حظوظ نادي الدم والذهب في المراهنة بجدية على إحدى بطاقتي التأهل للمربع الذهبي لأسبوعين من استقبال ممثل الكرة الإيفوارية في الديار التونسية. الناس كلهم متساوية في النقاط، معناتها كنا 3 نقاط، عندنا تو فرصة باش نحاولوا نتصدروا الترتيب نتاع المجموعة. ربي معنا مركزين مليح وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب ونرجعوا بنقاط الانتصار من كوت ديفوار إن شاء الله. استنى فينا معنا مباراة صعيبة غادي بقدرة ربي ماشيين باش نأكدوا الانتصار الأخراني، وإن شاء الله باش نحاولوا نحافظوا على صدارة الترتيب وبقدرة إن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب وربي معنا كهو. تشكيلة الترجي ستشهد غياب الثنائي حسين الراقد وهاريسون أفول لأسباب تأديبية. غيابان هامان في خط الوسط لن يؤثر على توازن الفريق في ظل ما يتوفر للجهاز الفني من حلول بديلة في مختلف الخطوط، بفضل تدعيم القائمة الإفريقية بأسماء قادرة على تقديم الإضافة، آخرها الهداف الكاميروني جوزيف يانيكينيانغ الذي عاد لأسوار القلعة الحمراء والصفراء بعد تجربة لم تعمر طويلا في سيون سويسري، ناسجا على منوال رفيقه أسامة الدراجي. في تنقل صعب إلى أبيجان إيفواريا، الترجي مطالب بالعودة إلى تونس بنتيجة إيجابية من أجل الإبقاء على حظوظه قائمة للتأهل إلى المربع الذهبي من أمجد الكؤوس الإفريقية. نافع بن عاشور، الجزيرة الرياضية، تونس.